البيت عم بيصيح على الجهاد. صار يعيط على اخوه بده يطلع على الجهاد، بده يجيب سلاح، بده سكينه، راح يجيب سكين من المطبخ انه بده يطلع على الجهاد. فخفت بهالوضع اللي شفته فيه، اتصلت بالامن وسلمته للامن. وقت اللي كان عم بيعيط وعم بيصيح على الجهاد وصار يخبط ويكسر بالبيت، وقعت من جيبته ما حس عليها، فاخذتها منه. مبينه حبه صغيره، انا ما بعرف شو هي، بس وقت اللي اتصلت وخبرت الامن وفرجيتهم اياها قالوا لي انه حبه مخدر. يعني ومن الكلام اللي عم تحكيه مبين انه في حدا لعبان في عقله، في حدا عم بيحرضه انه على الجهاد. بلشت بحبه، بعدين بلش بشيء اكبر. قلت لا، ما بدها، يعني ما بدها واقفه بقى. اتصل على الامن بسلمه، وامن حتى مني انا، امن من حضني انا، وامن من اي مكان بده يروح له، لا يضرب ولا ينضرب، يعني ما يتورط بشيء لسه باول الطريق. بسلمه للامن، امن لإلي. ما بعرف مين اللي محرضه ولا بعرف مين اللي وراه، لاني منو عايش عندي، عايش عند ابوه. بس قاعد عم بتفرج على الاخبار. فهدول اللي قتلوه لنضال الشاب بانياس، فقال لي ماما في واحد منهم بعرفه عايش بالشاليهات تحت، يعني مارق عليه صورته. قال لي هدول بيشربوا بيتعاطوا وكذا، يعني قال لي بالاسم ما ذكروا، ما بيعرفوا، بس قال لي بعرفه، شايفه بالشاليهات تحت. يعني ماني عايش عندي، بيجي كل اسبوع لعندي، بيقعد له يوم يومين وبيرجع بينزل لهنيك. فما بعرف كيف يعني الوضع اللي عايشه هنيك، ما بعرف شيء عنه. انا وقت لاحظت عليه هالتغيير هذا، انا اللي سلمته. ابني ما عامل شيء، يعني الحمد لله ما متورط بشيء ولا له علاقه بشيء، بس مجرد حسيت هالشيء بدايه الطريق. فانا سلمته حرصا عليه وعلى الوطن بالدرجه الاولى. يعني كلنا عايشين تحت سما وحده، يعني وكلنا سوريين، كلنا عرب، كلنا، يعني ما في داعي انا اترك ابني يتورط. يعني مجرد كلمه عم يصيح على الجهاد هي بتكفي، يعني مبينه انه في ناس عم تلعب في عقله. فانا سلمته بايدي ابني، الحمد لله ما متورط بشيء ولا عامل شيء. ف يعني ما في داعي اني بتمنى كل ام تتصرف مثلي، وبتمنى كل ام بتعرف ابنها متورط او ابنها له علاقه بهالناس هدول، بتمنى تتصرف نفس التصرف، تحمي ابنها قبل ما تحمي اي شخص تاني عم تحمي ابنها. ويعني بنفس الوقت حميت الوطن، هذا وطننا وبلدنا احنا. يعني ما بعرف اللي عم بتصرف هالتصرفات هي شو، يعني مبينه انه لعبه بينت، ومبين يعني كل شيء ظاهر على التلفزيون، كل شيء على الاعلان السوري مبين، غير اللي عم بتسمعوا على الاذاعات الكذابه كلها. يعني كل شيء عم يطلع قدامنا وبين مخطط ولعبه ليورطوا اولادنا فيها.